السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ في الفيديو اللي فات عملنا مع بعض غرزة النص عمود وكمان غرزة العمود، وعرفنا الفرق اللي ما بينهم وازاي كان بيفرق في حجم الغرزة نفسها ما بين العمود والنص عمود، وازاي كانت بتكبر، وعرفنا تفاصيلها والطريقة اللي بنمشي بيها. النهاردة هنعمل مع بعض غرزة العمود بلفتين، وهعملها معاكم في نفس القطعة بحيث ان احنا نلاحظ اكتر الفرق اللي ما بينهم وازاي بنكبر طول العمود. الطريقة اللي احنا هنستخدمها النهاردة تقدروا طبعا تزودوا بيها، يعني مثلا بدل عمود بلفتين يبقى ب3 وب4 وفي 5 كمان حسب الطول اللي انتوا عايزينه. هنبدأ دلوقتي نلضم الخيط. طبعا شفناه في كذا طريقة المرة اللي فاتت. هثبت بس كويس، اهم حاجة انك تشدي الخيط كويس. طبعا في النص عمود كنا بنرتفع 2 سلسلة، وفي العمود 3 سلسلة. اما بقى في العمود ابو لفتين هنرتفع 4 سلسلة. يبقى اول اختلاف ان احنا هنعمل 4 سلسلة. وبعد كده برضو بنزود سلسلة، يعني لو عملنا عمود ب3 لفات هنزود وهيبقوا اكتر بسلسلة. اول حاجة عملتها بعد الارتفاع ان انا لفيت الخيط على السنارة مرتين، وبعدين دخلت في السلسلة بقى معايا 4 لفات على الإبرة، هتخلص منهم 2 2 وكده آخر 2 معايا. كده شكلنا أول عمود، شايفين بيدي طول فظيع للقطع، بينقل معاكي جامد. يبقى تاني هلف لفتين على السنارة، هدخل وبعدين هيبقى عندي 4 لفات على السنارة، هتخلص منهم 2 2 كده 2، وهاخد ال2 اللي بعدهم ودولت بيكونوا آخر 2 معايا. طبعا علشان انا بدي طول بيدي معايا فرق ما بين العواميد او بيعمل فراغ كبير. بس هي دي الطريقة، وكل الفكرة ان انتي كل ما بتعوزي ان انتي تكبري او ان انتي تطولي العمود، شايفين طويل ازاي؟ بس للأسف فراغاته بتكون كبيرة. فدي لو عايزة تعملي حاجة الى حد ما صيفي، مش عايزة حاجة تكون مقفولة. شايفة الفرق اللي ما بينها كان ضيق، والأدوأ منها بتكون غرزة الحشو كمان. كل ما بتزودي اللفات وطول العمود نفسه بيزيد الفراغ ما بينهم. شايفة الفرق كبير، فدي بيفيدك اكتر في ان انت تعملي الحاجات الصيفي. هتعملي مثلا بلوزة صيفي، هتعملي مفرش صيفي، الحاجات اللي هي بتكون عايزة تعمليها صوف وفي نفس الوقت تكون خفيفة، مش التقيلة الكتمة اللي بتدفي الجامد. يبقى تاني كل اللي باعمله إن أنا باعمل لفتين في العمود، 3 لفات، بتزودي لفة وبرضه بتخلصي منهم 2 2 2. ديّة فكرة العمل بشكل عام، وبتكملي بقى لحد الآخر. بس كده، ده كان فيديو النهارده، أتمنى إنه يكون كان مفيد ليكِ، وأتمنى إنِّك تستفيدي من بقية الفيديوهات التانية، واستني غرز أكتر، وأهم حاجة في الموضوع إنِّك تذاكري كويس.